ساحر ومجنون يقصدون النبي تشويه سمعة، ثم قالوا على النبي يريد أن يسفه آلهتكم تشويه سمعة، ثم قالوا وهو ما يحصل الآن لأن الزمان يعيد بعضه، يقولون أهل مكة والمدينة وهابية ونواصب، أهل مكة والمدينة يكرهون آل البيت والأولياء، نفس الطريقة لكن اختلفت المسميات. فهمت؟ لكن يسألنا عن آل البيت نقول أخبرك أن آل البيت ساداتنا. سألنا عن محبتنا للنبي نقول أحب إلينا من أهالينا وأنفسنا وأموالنا قبل أن تفتري علينا وتجعل بيننا وبين المسلمين حواجز لأجل أن تمرر عليهم عقيدة هي ليست عقيدة سيدنا محمد ولا عقيدة الأئمة الأربعة. نسأل الله السلامة. كيف تضعون المسجد على القبر؟ لا ما نضع، إنما هذا بعض الزوار أصلحها الله لا يمتلك الدليل للدعوة إلى ما يعتقد من اعتقادات فاسدة، فيأتي بطيب يرشه غفلة ثم يأتي بأتباعه يقول هذا الريح من القبر. فهمت؟ وإلا نعتقد نحن أن سيدنا عثمان والصحابة من أهل الجنة أنهم في نعيم لا عين رأت مثله ولا سمعت مثله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يعقل أن يكون هذا الريح رائحة الجنة، فلا يوجد من الجنة رائحة في الدنيا ولا شكلا ولا غيره. بعد الآثار أن الصحابة خرجوا هذه في أحد لكن لم يشمون الصحابة رائحة، إنما النص أن الأرض محرمة على أجساد الأنبياء، غير الأنبياء ربما تكون أنت ليس فقط الصحابي، وهذه كرامة من الله يمنع الأرض من أن تأكل جسد من يشاء من عباده. وهذه الحادثة حصلت بعد 40 سنة لما جرى سيل في معركة في موقع مقبرة شهداء أحد، فأخرج بعض أجساد الشهداء، فأبناء الشهداء دفنوهم. مسألة أن قبل 80 سنة و100 سنة هذا من الكذب. وأمور كثيرة حصلت من بعض مشايخ الطرق الصوفية غفر الله لهم يدعون لنصرة عقيدتهم بهذه المنامات والقصص الكاذبة المكذوبة، مع أن ديننا اكتمل بموت الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأن الحبيب قال تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يقول الآن أن النبي أخرج يده من شباك أو أنه خرج فلان يتكلم من داخل القبر هذا كذب، لأن هذه الأمور لم تحصل مع خير القرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لأنه في قصة عن أبو قاسم الجنيد هؤلاء للأسف سيساءلون أمام الله عن من أضلوا من المسلمين. لأن يا أخي محبة الحبيب ليس بالرؤى والمنامات، محبة الحبيب عليه الصلاة والسلام واجبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام إيمان، لا ندعمها بالكذب والتدليس لأجل نمرر عقيدة هي ليست عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام ولا الأئمة الأربعة. تجد أن الإمام الشافعي ما نقول لك أبو بكر عمر عثمان علي، لا نقول الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة الذين كثير من الناس يدعون اتباعهم لم يفعلوا كثير مما يفعلون هؤلاء الأتباع. لا تجد أن الإمام الشافعي احتفل بمولد ولا الإمام أبو حنيفة، لا تجد أن الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رقصوا في المساجد، لا تجد أن الإمام الشافعي وأبو حنيفة توسلوا بالنبي بعد موته، لا تجد أن الإمام أبو حنيفة والشافعي فعلوا كثير مما يفعل الآن. فكيف تقول أنك شافعي أو حنفي؟ أنت لست كذلك، أنت نسبت نفسك زورا وبهتانا له، لأن الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد عقيدتهم واحدة، هم اختلفوا في العقيدة، إنها في الفقه الذي لا يوجد عليه دليل. في الدعاء تقول يا رب من أجل حبيبك محمد، إنما تقول اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك إن أردت، لكن بجاه نبيك لا، لأن الله تعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء فكلنا فقراء أنبياء وغير أنبياء. وكذا الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. أنا ليش قلت لك بمحبة لنبيك؟ لأن محبة النبي إيمان. الذي ورد يا مولى الزبير كان قال إذا وردت في ضائفة فقل يا مولى الزبير، يعني استعين بالله مولى رسول الله. شوف أنا أعطيك حقي المحكمات من الآيات والأدلة. في آيات القرآن الكريم كاملة العباد مخ العباد، الدعاء مخ العبادة. تجد أن الله في جميع الأدعية قال وقال ربكم ادعوني أستجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك آيات كثيرة وجهنا الله إليه مباشرة. نرجع إلى الأحاديث الصحيحة تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وهو راكب على الحمار وابن عباس خلفه، ظهر ابن عباس ظهر سيد المرسلين بصدر ابن عباس، لا يوجد قرب أشد من هذا القرب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أعلمك يا غلام 3 كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تجد أن الرسول في الأحاديث الصحيحة وفي الأدلة الصحيحة وجه أحد من الصحابة أن يتوسل بجاهه أو بحقه، إنما مثل ما قال الأخ هذا غفر الله لنا ولمن نقل هذه القصة. هذه القصة كقصة الرجل الضرير وكغيرها لم تثبت، والعلماء كثير قالوا هذه أدخلت في الأحاديث الموضوعة والضعيفة.
لماذا دائما يا أحبة يا غالي نرجع إلى ما قال العلماء في صحته كلام، ونترك الذي اتفق العلماء على صحته، مع أن العبادات لا تؤخذ إلا من أصح الأقوال، بل لا يحتج على العبادة بالضعيف الموضوع، وإلا لأصبحنا ضالين. فهمت؟ فالقول هذا لا يصل إلى الشرك اللي قال الأخ قال قول المولى، هذا من المخالفات في الدعاء، لكن الشرك الذي جعل لله ندا هو الذي يقول المدد يا رسول الله. ليش؟ لأن الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين كان على هذه الأرض اللي تقف عليها يربط على بطنه حجرين من الجوع، وكان يقول من يكرم ضيفي وله الجنة، وكان عليه الصلاة والسلام ضرب في أحد وشج راسه وكسر رباعيته وسالت دماء الطاهرة على وجهه وهو ما استطاع أن يمد نفسه، بل كان يقول لابنة فاطمة بضعة رسول الله سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيء. فلسنا أفضل من ابنة فاطمة حتى نسأله المدد، ولا أفضل من صحابته الذين أهل الصفة كانوا يتلوون من الجوع، وكان يبكي الحبيب حزنا عليهم ما كان يستطيع أن يطعمهم عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ فالدعاء إياك نعبد وإياك نستعين لا نصرفها إلا لمن خلقنا. ما مسألة الذي يقول اللهم إني أسألك بحق فلان وجاه فلان، هذا ما الدعاء هذا خاطئ، لكن لا يوصل صاحبه إلى الشرك، لكنه خاطئ. ليش؟ لأن الله تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نعم، وتصلي وتسلم على الحبيب من أفضل الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كثرة الصلاة على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام يجزي الله بها الهموم والغموم، لأنه عمل صالح. لكن أن نذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام أو أن نقول يا محمد أو يا رسول الله الشفاعة، هذا ما لا يجوز، لأن الله قال في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا أردت الشفاعة من سيدك محمد عليه الصلاة والسلام اتبعه، ثم قل في مستقبل القبلة اللهم شفع فيني نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، تسأل الله أن يأذن لنبيك أن يشفع لك، لأن للشفاعة شرطين، ما هي؟ في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وآية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالحبيب عليه الصلاة والسلام منعها الله أن يشفع في ابن أبي سلول لما أراد أن يستغفر له، وأمه أبو طالب، وكذلك أمه سمح له بالزيارة وما سمح له بالدعاء لها وهي أمه. فهمت؟ ليس أمر من خلاف من رواه في الجنة أم في النار. قبر من هذا؟ لو كان هناك خلاف لما قال الحبيب لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي يا رسول الله. هل النبي يفدي أحد على أبيه وأمه؟ نعم. لا يوجد خلاف في أنهما في النار، لأن النبي سئل عليه الصلاة والسلام أتى رجل أعرابي قال أين أبي يا رسول الله؟ في الحديث الصحيح قال في النار، قال أبي وأباك في النار. ويدعم هذا القول يا أخي الله تعالى قال لنبيه لما حزن على موت أبي طالب على الكفر قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمحمد عليه الصلاة والسلام لا ضير لا يضره شيء، هو سيد الأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم وأحب الخلق إلى الله، سواء كان أبويه ماتوا على الإسلام أو على غير الإسلام ما يضره شيء عليه الصلاة والسلام، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن بعض الناس من الغلو والإطراء قال كذا قال لا، بل أن بعض الناس للأسف من كثر ما هو مخالف لما عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يقرأ سورة المسد في القرآن يقول فيها جرحا للنبي. أعوذ بالله من هذا الكلام، لأن أبا لهب عم النبي. يعني وصلنا إلى هذه المرحلة أن ننكر ما أقرها الله لأجل محبة كاذبة تجاوزت الحدود. احنا نحب النبي أشد من أنفسنا، لكن مصداق محبة النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وإلا لو كانت المحبة بغير اتباع لكان النصارى في الجنة يدعون محبة عيسى، لكن هل سيحشرون مع عيسى؟ لا، لأنهم بدلوا دين عيسى عليه السلام. فذلك أمة محمد من الذي يحرمون من شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هم الذين خالفوا سنة وهديه ولو أنهم قالوا أننا نحبه. فهمت؟ إنما الصادق في محبة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من يتبع سيدنا رسول الله. يجي ذلك النبي قال أحاديث كثيرة، قال من رغب عن سنتي فليس مني، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل. أنا ما أريد تسأل الشيخ هذا سعودي سوداني مصري يمني، لا، أبغاك تقرأ قوله تعالى فاسألوا. ما قال الله أهل العمام واللحى لأن في من يضل الناس، قال أهل الذكر. والله تكفل بحفظ ايش؟ بحفظ الذكر لا بحفظ الرجال. فالذكر هو المحفوظ، فأيما عالم يقول لك قال الله قال رسوله هو الذي تأخذ منه الدين. وأما عالم يقول قال الشيخ في المنام قال الشيخ لا تتركه هو شيخه.